فنانات انتهى جوازهم بالخلع. أول فنانة معانا النهاردة هيدي كرم أو هايدي كرم. هايدي كرم يعني بسبب الغيرة طلبت الخلع أمام المحكمة بعد ما رفض جوزها الطلاق. طبعا غيرة جوزها شديدة جدا عليها ورفض، فبالتالي راحت انفصلت عن طريق المحكمة. عندنا هنا حالة غريبة جدا هنقولها في الآخر، طبعا هي أغرب حالة من حالات الخلع، ولكن هنبدأ تاني حاجة إن روبي لجأت إلى الخلع من زوجها سامح عبد العزيز بعد عامين من الجواز. طيب هي حضرت عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز، ويبدو ان طبعا الخلع ده كان بسبب حب سامح عبد العزيز ليها وان هو مش عايز يطلقها، مش ان كان في مشاكل ولا حاجه، وهي كانت مصممه فخلعته. هو طبعا انجبوا من هما الاثنين بنت، وطبعا كان دي حاله خلع يمكن مش معروفه خالص. تالت حاله خلع معانا في الحلقه ايمان العاصي، حاولت الحصول على الطلاق بسبب يعني كلام كتير ومشاكل كتير بينها وبين زوجها، ولجأت في الاخر للخلع وكسبت قضيه الخلع. عندنا هنا شيحة فشلت في الحصول على الطلاق بشكل ودي من المهندس الديكور المعروف فوزي العوامري، وده سينمائي كبير جدا ومشهور جدا، ومن الناس الجامدة جدا على فكرة في الديكور وفي السينما، ويعني ليه آراء جميلة جدا على السوشيال ميديا، شخصية يعني مفتحة وكده. أنا استغربت برضو حالة إن هو يعني هي لجأت للخلع بسبب الغيرة الشديدة منه. وانا احترم قوي ان الراجل يبقى غيره شديده، يعني خاصه ان لو اللبس بتاع الزوجه مثلا لبس هايدي كرم او هيدي كرم وهنا شيحه متحرر جدا، فيعني هو راجل مش اوفر بصراحه، ولكن يمكن ده مش مناسب معاها. لكن انا ارفض برضو فكره ان هي تطلب الطلاق وهو ما يطلقش، مش يمكن المؤخر كبير ولا حاجه فبرضه يقول معقوله والغلطه مش من عندي ادفع المؤخر وادفع الحاجات دي كلها. انا كراجل طالب زوجتي مثلا بلبس معين، فبالتالي هي المفروض تبريه يعني من المؤخر ومن الحاجات دي، لان هو ما طلبش حاجه غلط. برضه الواحد مش عارف ايه الامور بتاعتهم، ولكن السبب المعلن هو فكره الغيره. طيب مين تاني؟ حنان ترك، ايه الفنانه المعتزله، كان ورا دعوه الخلع بتاعتها هي تربيه الكلاب في المنزل. كانت متزوجه زمان وكان زوجها بيربي دايما الكلاب في المنزل، وهي كانت بترفض تماما الموضوع ده، فبالتالي طلبت الخلع وحصلت على الخلع. مالهاش دعوه باي اسباب تانية، ولكن هو الخلع كان بسبب تربيه الكلاب في المنازل. أمال ماهر بقى كانت متزوجة من الملحن محمد ضياء الدين، وبسبب الغيرة الكبيرة جدا بينهم والمشاكل وقعت بينهم خلافات كتير أدت إلى طلب الخلع. المطربة ساندي برضو لجأت للخلع من جوزها حسام بدران بسبب سوء معاملته ليها على حسب ما هي قالت، وإنه كمان رفض الطلاق. ولو إني طبعا مش من جمهور ساندي أوي ولا شفت لها حاجات كتير، فبالتالي هنسكب الخبر ده ونخش في اللي بعده. وحنان عطية، فرق السن الكبير بينها وبين جوزها كان وصل 40 سنة تقريبا، ومما دفعها إلى الخلع. وده حاجة برضو غريبة جدا، يعني وانت بتتجوزي ما تعرفيش ان هو في بينك وبينه 40 سنة، ولا اكتشفتي ده فجأة بعد الجواز؟ كبر فجأة 40 سنة بعد الجواز. آلاء شاكر بعدها تزوجت الفنانة العراقية من جمعان الرواعي لتطلب الخلع بعد عدة سنوات بسبب الخلافات الكتيرة اللي وقعت بينهم. وبين انا ما متابعش قوي آلاء شاكر ولا الرواعي، فبالتالي هنسكب برضو الخبر ده ونخش في اللي بعده. منى عبد الغني بعد ما رفعت دعوى طلاق ضد جوزها، وبمجرد ان هو علم بالامر تم الطلاق وديا. راجل محترم، تصرف جميل جدا. زينة بقى كانت اغرب قضيه خلع، بس مش هي دي المقصوده، اللي هقولها في الاخر هي المقصوده بانها اغرب حاله خالص. خلعت احمد عز بالمناسبه بعد ما يعني رفض الاعتراف باولاده. طب هتقولي هو خلعها ازاي؟ هو اصلا اتجوزها، هي خدت حكم باثبات الجواز، وبعد ما تم اثبات الجواز طبيعي انها هتفضل على ذمته لحد ما يطلقها. طب هو اصلا مش معترف رغم حكم المحكمه ان هو اتجوزها، هيطلقها ازاي؟ فهتفضل كده طول عمرها. فالحل القانوني لده انها ترفع خلع ويحصل الطلاق. عندنا رانيا يوسف بعد ما بدات في اجراءات الخلع من المنتج محمد مختار، راجل محترم راح متفاهم معاها وطلقها على طول وما استمرتش قضيه الخلع. طبعا عندنا انغام قلنا رفعت دعوى خلع على مين؟ على الموزع الكويتي فهد، وما ردتش اموالها ليه بالكامل. طبعا في دعوى الخلع الاول لازم هي ترد المهر وترد الحاجات اللي هي خدتها منه وبعدين بيتتخلع. هي ما ردتش حاجه على حسب الكلام اللي بيتقال برضه. وانا اتفاجئت لما قريت الخبر ده ان اصلا حصل خلع بينها وبين الموزع فهد. الموزع ده كان موزع جامد جدا وعمل لها اغاني قويه جدا. اغرب حاله من وجهه نظري انا كانت هالة صدقي. كانت هي طبعا هي مسيحيه وما عندهاش في الطائفه بتاعتها الطلاق غير ما مسموح بيه خالص في الطائفه بتاعتها.
فبالتالي لجأت للكنيسة المصرية عشان الطلاق. فالكنيسة رفضت الطلاق، رغم طبعا ان هي قالت في اسبابها ان هي من الحاجات اللي الكنيسة بتسمح بيها بالطلاق، والحاجات اللي بتسمح بيها في الكنيسة في الطلاق هي زي الخيانة مثلا. فاحنا معرفش ايه هي الاسباب، ولكنها لجأت للكنيسة، فبالتالي الكنيسة رفضت طلاقها. وطبعا حصل يقال انها غيرت الملة او غيرت الديانة، محدش عارف يعني الى ان حصلت. ممكن نتكلم عن الموضوع ده في حلقة يعني كاملة، فمش عايزين برضو ايه يعني نضيع وقت الحلقة فيه. ولكن هو ده كان اغرب حالة طلاق بالنسبة لي، ان بعد ما الكنيسة رفضت وكده حصل تويست كده ان هو يعني يحصل طلاق، وغالبا كان تغيير الملة. دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجاية.